بغض النظر ان انا حلقت دقني في فيديو منتشر من مسرحية المفروض يعني ان هي عن الخديوي اسماعيل بيعملها حد تيك توكر مشهور جدا. وحرفيا الفيديو المنتشر ده فيه كل موبقات المسرح بالمعنى الحرفي. هحط لكم صورة دلوقتي وزي ما انتم شايفين الممثل بيضرب الممثلة او هيضرب الممثلة بالقلم. فالممثلة باصة عكس اتجاه ايده. ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ انت وانت واقف على المسرح انتوا الجمهور اهو، وانا عايز اضرب حد بالقلم، ما ينفعش اضربه كده، فاهم؟ بايدي دي، فدي هتغطي عليا، ما ينفعش، فاهم؟ المفروض اضربه بايدي اللي جوه فيبص ناحيه الجمهور. فالبنت اللي بتتضرب فاهمه فبصت ناحيه الجمهور، هو بيضربها بايده دي، فالموضوع بقى عبيط جدا. غير كده الخديوي اسماعيل ما بيستشورش شعره، يعني هو مش بيستشور شعره تماما يعني. والخديوي اسماعيل كان بدقن. الخديوي اسماعيل ملوش اي علاقه بالممثل اللي بيعمل هذا الدور. المشكله بقى ان طبعا الممثل اللي عمل هذا الدور هو في ناس طبعا ليه لجان وليه حبايبه وليه دنيته، يعني طبعا انا يعني متوقع جدا ان هم يخشوا يشتموني والكلام ده، ويقولوا لي ان هو طبعا روبن هود التمثيل وهو ليوناردو دي كابريو المستقبل. انا متوقع كل اللي هيتقال ده. بس حرفيا الراجل ده يا جدعان، لو الفيديو بتاعه وصل له او ما وصلوش، يعني لو انت مكانه اتمنى ان انت تستعجلش في التمثيل، لان باين جدا الاستعجال. الراجل طالع مسشور، طالع بيعمل حاجات غلط. يعني من خلال الصورة بس انا فهمت ان ايه، الراجل ده في داهية، فاهمين الفكرة؟ ومحتاج يستوي جامد، يعني محتاج شغل كتير جدا عشان يعرف يمثل على مسرح او يقف حتى قصاد كاميرا ويمثل. وبس كده. لو عجبك الفيديو متنساش تكتب لي كومنت اذا كنت مختلف او متفق معايا في اي حاجة، واعمل لي لايك وتابعني بنزل محتوى عن التمثيل. وسلام.